السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة أنا طالع أتكلم في فيديو، يعني من امبارح بالليل وأنا بفكر فيه بصراحة، وبعيد خالص عن الكورة والرياضة والله وأنا مش قصدي بيه إن أنا أطلع أركب ترند ولا قصة يعني رحمة الله على الجميع يا رب، على بسنت اللي هي ربنا سبحانه وتعالى توفاها يعني. والموضوع ده أنا مش هتكلم فيه بقى بصيغة دينية ولا، لا لا، أنا هتكلم فيه بصيغة إنسانية، بلسان حالي وحالكو وحال كل بني آدم ربنا سبحانه وتعالى شاء إن صوتي يوصل له على قدي. يا جماعة شعور الخذلان ده شيء صعب جدا 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 فوق ما تتخيلوا. أنا هكلمكم بكلام بس مش فلسفة ولا يعني كلام، أنا آسف، هيتوجه للي بيحس وبيفهم، اللي بيحس قبل ما يكون بيفهم وبيفهم بعد ما يحس. يعني إيه بني آدم ما يلاقيش حواليه وقت وقوعه أو وقت احتياجه أي حد يواسيه، كل الناس اللي حواليه تخذله. أنا مش بتكلم في الواقعة دي بالذات ولا هتطرق ليها، لكن هي كانت المفتاح اللي وصلني ان انا اتكلم في حالة انا شايفها بقالي كتير قوي حواليا وفي كل مكان، وبسمع عنها في بلدنا وبره بلدنا وفي العالم كله. هبدأ بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ حديث يعني انتوا هتستبعدوه شوية عن اللي احنا بنتكلم فيه، لكن انا هعمل لكم اسقاط منه على كل حالة احنا عايشينها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ آية المنافق اربع: اذا حدث كذب، واذا اؤتمن خان، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. الاربع حالات دول في ظاهرهم ملهمش علاقه بالخذلان، مع ان الاربعه كلهم اساسهم الخذلان. الرسول صلى الله عليه وسلم من معجزاته ان اوتي جوامع الكلم، بكلمتين يقدر يقول حاجات تتكتب في كتالوجات، مش كتاب ولا كتيب ولا، لا لا، حاجات يعني تجمع فتوعي يعني. اذا حدث كذب. انا قاعد بتكلم معاك وقلت لك واحد اتنين تلاتة وانا كداب فيهم، فانت اتعشمت او انت توسمت فيا حاجة وصدقتني، هاجي في يوم اخذلك. ادي رقم واحد. وانا هحاول بقدر الامكان يعني اكون سريع شويه انا لا راجل دين ولا، بس انا بني ادم عشت في الدنيا وشفت فيها اختبارات وتجارب، فهحاول يعني اوصلها. اذا حدث كذب، اذا اؤتمن خان. انت امنتني على شيء ايا كان، مال، عرض، سر، امانه، والنبي ذاكر لابني، خلي بالك من اختي، اعمل اي امانه، اي امانه ايا كانت، الفلوس دي خليها عندك. طب بالله عليك مثلا يوم كذا هتعمل معايا كذا، امنتني خلاص، خنتك، خذلان. اذا عاهد غدر. هو مين اللي بيتعاهد غير القريب؟ مين اللي بيتعاهد؟ اللي يكون ما بينك وما بينه لينك، صله، ايا كان بقى. ابوك عهدك على ان هو يرعاك طول عمرك، عهد كده معنوي مش ضروري يقوله بلسانه. امك عهدتك ان هي تحن عليك وترعاك طول عمرك. اخوك عهدك انه هيوفي لك طول العمر. صاحبك، جارك، صديقك، حبيبتك، مع ان انا ما بحبش المسميات دي، زوجتك عهدتك على الوفاء طول العمر. ابنك عهدك على البر طول العمر. عهود معنويه. غدر بيك، خذلك، خذلان. واذا خاصم فجر. انت بتخاصم مين غير حبيبك؟ بتخاصم مين غير حد قريب منك؟ فجر في الخصومه. انت ممكن تتنرفز وانا ممكن اتنرفز ونتخاصم، بس ما فجرش في الخصومه. انا متوقع ان انت في يوم من الايام تيجي تصالحني او انا هاجي اصالحك. خذلان. حديث صعب قوي، وده ايه؟ آية المنافق. والمنافق في الدرك الاسفل من النار، يعني والعياذ بالله جحيم. الخذلان يا جماعة شيء صعب قوي. ليه أصبحنا في حياتنا شبه الإنسان الآلي، بلا مشاعر، كل همنا المصلحة والأنانية أيا كانت. يعني إيه؟ يعني بس ما تقولوش بقى فلسفة يعني. إحنا كم مليار بني آدم على وجه الكرة الأرضية؟ كم مليون في بلدك؟ كم مليون في محافظتك؟ كم 100,000 في شارعك أو في منطقتك؟ كم ألف حواليك؟ كم مية في عيلتك؟ كم واحد حواليك من المقربين؟ يعني ايه لما اقع ملاقيش حد حواليا، حتى لو بكلمه، حتى لو بحضن؟ يعني يا جماعه هو ان انا اقف مع حد هو ضروري لازم اطلع من جيبي واديله، او انا ابقى صاحب نفوذ وسلطه ارفع سماعه التليفون اخلص له موضوع؟ لا يا جماعه. اول حاجه بتحصل تلقائي من البشر ان انت لما بتحب حد، لما بتشوفه بتحضنه، بتبوسه. الام هو لما ابنها بيوحشها او بيجوع بتحضنه الاول وبتبوسه، وبعد كده تبدا تاكله او تديله فلوس لو هو رايح المدرسه. كذلك الاب، كذلك الصديق لما بيشوفك بيحضن. الشعور المعنوي يا جماعه، الطبطبه، الحنيه. احنا بشر، احنا ولاد ادم، جبلنا على الشعور، جبلنا على الشعور. كلنا اصحاب معاصي. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف سيدنا آدم فعصى ادم ربه، ماشي؟ ما الشعور ده ملوش دعوه بالمعصيه، كلنا هنعصي اليوم الدين، احنا مش ملايكه. لكن يعني ايه بني ادم في حياتي يبقى محتاج لي وانا ما اقفش جنبيه؟
ايا كان. يعني انا عشان انام 8 ساعات مثلا وصاحبي لا قدر الله محتاجني، او اخويا او ابويا او ايا كان، مش هقوم من النوم اروح له؟ انا مثلا شفت حد في كرب فهو بيحكي لي، فانا حنين وطيب بس مش قادر اساعده، يولد جواه شعور ايه، يا عم انت بتدلع، انت بتستعبط، احبطه اكتر، مع ان انا كنت عايز اساعده بس ما قدرتش. خليني اهل ان انا انصح، حتى لو مش قادر بلاش اقسو، بلاش اجلد. الاب اللي بيشوف ابنه بيغلط مفيش داعي ان انت تضربه. اضربه امتى؟ في وقت معين زي ما ربنا سبحانه وتعالى امر، زي ما الفهم العقل بيقول. شعور الخذلان شيء صعب قوي يا جماعه، قاتل اقوى من اي حاجه تانية. انا ممكن اجرحك واقسى عليك واغضب عليك وانت كذلك لكن الخذلان ده حاجه صعبه قوي. ده بيقول لك ان انت مش انسان. اخذلك ازاي؟ يعني انا ظروفي النفسيه مستقر، مش ايا كان، ان انا مش بتكلم ان انا ظروفي النفسيه كويسه او ظروفي الماديه، لا. يعني انا دلوقتي مش غضبان وانت تحتاج لي احبطك، اخذلك، تبقى انت متوسم طول عمرك ان انت حواليك ناس وحواليك وقت ما اقع ماليش حد حواليا. لا يا جماعه، احنا بقى يعني عشان كده سبحان الله هقول بقى كلام، واللي يعجبه يعجبه، واللي مش يعجبه عنده شوف بقى انهار وبحار ومحيطات حوالين العالم يشرب منها كلها. احنا على مستوى العالم كله عايشين كرب جماعي، وخصوصا من سنة 2020 العالم كله قعد في البيت، محدش قدر يعمل حاجة. هوب بعد كده حروب وغلاء على مستوى الكرة الأرضية كلها، لا مستوى مصر ولا الجابون ولا نيودلهي ولا اليمن ولا كندا، لا، على مستوى العالم كله الناس كلها بتشتكي. ليه؟ هقول آية في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى صدق الله العظيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب الفرد والجماعة والأمة والبلد والناس كلها، هو خلق الخلق كله متحكم فيه كله. احنا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. هنا الذكر مش مذكور، مش مقصود بيه الذكر ان انا اقعد اقول لا اله الا الله واستغفر الله سبحانه، لا. اتذكر ربنا في معاملتي معاك، اتذكر ربنا في طريقتي معاك، اتذكر ربنا سبحانه وتعالى في ودك ليا وفي ودي ليك. دايما اخلي الطرف الثاني في حياتي ربنا سبحانه وتعالى، مش الشخص اللي قدامي، حتى لو ابويا وامي، حتى لو ابني، حتى لو اخويا. انت محتاجني ازاي ما تلاقينيش؟ انا محتاجك ازاي ما الاقيكش؟ يعني ايه بني ادمه تقعد تتكلم ساعه وما تلاقيش حد؟ يعني ايه بني ادمه طالعه اعلاميه ربنا يبارك لها تقول لك انا كنت مستضيفاها من كام سنه واتكلمت في مشكلتها؟ طب ما عملتلهاش حاجه ليه؟ طب الناس كلها ما عملتلهاش حاجه ليه؟ انا مش بتكلم في دي بس، ولا في الانتحار من على البرج، ولا في مصر بس. انا بتكلم دلوقتي في سمه البشر بقت الاسوأ. انا عشان اعدي بعربيتي اخلي الدائري كله يخيش في بعض، اصل انا عايز اعدي مع اني مش مستعجل ولا معايا حاله بنقذها. لا، انا عايز اعمل كده، انا قاسي يا اخي، موتوا كلكم بس انا عايز اعدي. يا جماعه غلط. ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاش كده. ولا الجزاء اخروي بس، الجزاء مش في الاخره بس، الجزاء في الدنيا اللي احنا عايشينه ده والعياذ بالله. اللي ظروفه كويسه واللي ظروفه صعبه واللي كله تعبان ومتضايق وبيشتكي. ما انا مش هبقى نازل فرحان من بيتي والاقي كل اصحابي متضايقين وانا قاعد في وسطهم اضحك لوحدي، ولا المليون جنيه اللي في جيبي ولا في البنك هقعد اتكلم معاهم، ولا القصر بتاعي اخش اكلم حيطانه خالص. لا، انا هروح لصاحبي اقعد معاه الكورنيش نشرب كوبايتين شاي كل يوم ب 20 جنيه ونقعد نضحك نموت من الضحك. هروح لاخويا ياخدني في حضنه حتى لو ايه، هحس ان انا ملك الدنيا كلها. ابني لما يعيط هيلاقيني باخده في حضني، مش بزعق له اقول له انا جاي مصدع من الشغل. البني ادم اللي انا وعدتها ان انا هرتبط بيها ما اخلاش بيها، مع اني انا مش بتكلم في حرام ولا ارتباط بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. زوجتي دي اوفي لها وهي توفي لي. ما هي دي الحياه، هو ده السعاده، هي دي السعاده، هو ده الشعور المعنوي اللي في القلب. الفلوس والقصور والعربيات والشهره والكلام ده كله اونطه، والله اقسم بالله. مارلين مونرو ماتت منتحره. اظن ما كانش في بقى كده جمال وشهره وشباب والناس بتتمنى بس تعدي من الشارع، يقول لك ده عدت من الشارع، ماتت منتحره. انا ماليش دعوه بديانه، طبعا الدين عند الله الاسلام وانا مسلم الحمد لله، لكن انا بتكلم في العموم. البشر بيعيشوا ازاي على الارض؟ يوم القيامه لرب سبحانه وتعالى، والدنيا لرب سبحانه وتعالى. بس احنا بنتكلم في قوانين الكون ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وخلقها لينا عشان نعيش بيها. طول ما احنا بعيد عنها والله ما هنشوف لحظه سعاده. وسامحوني لو انا محتد شويه يعني في الفيديو ده، بس كده بقت الامور فعلا. يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ان انت هتعدي على القبر في يوم تقول للميت يا ليتني كنت مكانك. ليه؟ ليه هقول كده يا رسول الله؟ ادينا عايشين والله اعلم هو الزمن ده ولا ممكن يكون في زمن اقسى. لا يا جماعه، نرجع لربنا سبحانه وتعالى شويه في تعاملاتنا مع بعض. شويه حنيه في القلوب تغني عن اموال الدنيا وكنوز الدنيا كلها، اقسم بالله. شويه وفاء، شويه تضحيه. ايه هقوم من النوم انزل اقعد مع صاحبي تعبان يا اخي؟ ايه يا اخويا محتاجني؟ انا معايا في البيت 1000 جنيه، ما ياخد 999 واخد جنيه اجيب رغيفين عيش وكوبايه شاي واكل. ما هي دي الحياه. الله. يعني ايه ابني انا عايز اتجوز واحده تانية ارميه؟
يعني ايه مراتي كبرت شويه وتخنت وشكلها بقى وحش اروح اتجوز عليها؟ يعني ايه اصل جوزي كبر وبتاع وكده وشفت انا عيل حلوه ومعجباني وحته من القمر اروح ابيع جوزي وعيالي؟ انتوا ما بقيتوش بشر الا ما رحم ربنا سبحانه وتعالى، ان في ناس كويسه جدا وطيبين جدا وربنا سبحانه وتعالى سايب الدنيا عشانهم هم. انا اول مره هطلب منكم، يا ريتني قلت الكلام ده في اول الفيديو، ان انتوا تتفرجوا على الفيديو ده للاخر، لان انا نفسي الكلام ده يوصل للناس كلها. وانا مش هنزله على اليوتيوب ولا على تيك توك عشان تفتكروا ان انا عايز مشاهده ولا ترند ولا الكلام الفاضي ده كله. لا، انا نفسي الكلام ده يوصل للناس كلها، مش عشان انا المصلح الاجتماعي، لان الكلام ده جواكم وجوايا وجوانا كلنا، وربنا سبحانه وتعالى يتولانا برحمته. استقيموا يرحمكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.